الناس اللي بتحب البطاطس هنعمل مثلثات بطاطس على الطريقة الكوري حلوة جدا جدا. الأولاد عندكم في البيت هيتبسطوا جدا وهيفرحوا. الأكلة بسيطة جدا وسهلة وكلها بطاطس مسلوقة. في حاجات أقول لك عليها لو حابة تضيفيها، أنا ما ضفتهاش المرة دي. حابة تضيفيها ضيفيها لأن أنا كنت عايزة أعمله بسرعة. جميل جدا وسهل، بس بيتعمل بخبز التورتيلا أو أي خبز عربي. لكن الخبز السياحي لا، مش هينفع بيه، مش هيديلك الشكل المطلوب. بالنسبة هنا الصدمة او التحمير براحتك، شيء يرجع لك، حمريه بدرجة اللون اللي انتي حباها. لكن هو شغل ممتع وحلو جدا. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، اختاروا الكل علشان يوصلوا كل جديد. هنا هنجيب خبز تورتيلا. هنتنيه بالنص على اساس انا عايزه اقطعه نصين، يعني يكونوا متساويين. هتقصيه بالمقص او السكينه براحتك، لكن هو بالمقص اسهل بكتير قوي. قصناه كده من المنتصف. بعدين هجيب طبق صغير او بوله واحط فيها معلقتين دقيق على معلقتين ميه. ده بمثابه حاجه لاصقه هلزق بيها المخروط بتاعي او شكل المثلث. بصوا التطبيقه بتبقى ازاي. تعالي بقى من عند الحته اللي من النص دي وعلمي بقى، انت علمي اتني اول مثلث كده وعلمي. هتجيبي بقى الخليط اللي احنا عملناه بتاع اللزق وهتدهني بيه الطرف كله. وانت بتلفي لفي زي ما انا بلف كده. بعد ما تلفي هتمسكيه بايديكي وتلزقيه بقى ببعضه علشان يبقى مخروطي او مثلث. حلو جدا على فكرة، ويتحشي اي حاجة. حابة تحشيه جبنة بيضة او تحشيه بيض مقلي مخلوط مع جبنة بيضة تمام. حابة تحشيه بطاطس محمرة بس تبقى صوابع صغيرة. حابة تحشيه فراخ. حابة تحشيه عصاج، براحتك اللي انت عايزاه. حلو جدا والحشوة ترجع لك. بصوا طريقة اللف بتاعه سهلة جدا زي ما شفتوا. أول واحد حاطين أهو، حط اللزق اللي هو المية والدقيق وبعدين لفيه بس خلاص وقفليه. بعد ما تقفليه لو لقيتي في حتت زيادة من تحت في اللفة بتاعة المثلث قصيها بحيث يبقى كله متساوي من تحت، يعني زي بعضه كله. هنلف واحد تاني أهو زي ما انت شايفة. يعني ممكن تاخديه وتلفيه زي ما انا بعمل كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض. هتلاقيه تلفي معاكي بكل سهوله على فكره. حلو جدا جدا. لو لقيتي برضو حته من الخبز بتاع التورتيلا طالعه مثلا اعلى شويه برضو قصيها بحيث تحت يبقى كله متساوي، وتضغطي عليه بايديكي كده تلزقيه. رهيب يا جماعه، شكله حلو قوي، طعمه حلو جدا. البطاطس اللي احنا حاطينها حاجه بسيطه، يعني حشوه بسيطه، بس طعمه حلو جدا. بعد ما اخذ صدمه فظيع بصراحه. قدميه مع كاتشب، قدميه مع مايونيز، قدميه مع اي صوص انت حباه او اي حاجه تغميسها هتغمسي بيها. هنجيب هنا بطاطس مسلوقه وهنجيب هنا ملح وفلفل اسود وبابريكا وزعتر وايه تاني، بس ما حطيتش حاجه تاني انا، هم دول اللي انا ضفتهم بس 4 حاجات. هنهرسهم وبعدين هنضيف عليهم جبنه موتزاريلا. في اختيارات بقى، بس انا ما عملتش المره دي اللي انا هقوله لكم ده، انا بعمله دايما بس المره دي ما عملتهوش. هتضيفي لو عندك بصل اخضر ضيفي، مثلا بصل احمر ضيفي بصل قطع صغيره. حابه تضيفي جبنه مثلثات ضيفي، بس انا ضفت موتزاريلا. حابه تضيفي عصاج على البطاطس ضيفي، بتبقى حشوه حلوه جدا. انتوا عارفين لو ضفتوا عصاج على البطاطس هيبقى غدوه خلاص، يعني يتغدوا الاطفال، اعملوا لهم اي صوص جنبيه او حطوا لهم كاتشب او مايونيز وخلاص خلصت. وهو كده ينفع غدا، يعني مش لازم اكل وفراخ ولحوم ومعرفش ايه. لا هو كده ينفع غدا، احنا اتغدينا بيه. يعني الغدا سندوتشات البطاطس دي المثلثات مع المايونيز واتغدينا بيها. حاجة بسيطة وسهلة. يوم تعملي فراخ، يوم لحمة، يوم أرداحي، مشي علشان الشهر يمشي معاكي. انا هحشيهم كلهم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كاني بحشي محشي. بس اضغطي بالمعلقه تحت بحيث تنزلي للبوز بتاع المثلث اللي تحت، ما تخليهوش فاضي برضو يبقى محشي. هتيجي بقى لو عندك الآلة اللي هي بتاع الساندوتش ميكر دي، حطي من جوه بقى ودوسي عليه اكبسيه. هياخد شكل الخطوط ويبقى مقرمش وحلو جدا. هتعمليه على الجريل اعمليه، هتعمليه على الطاسة اعمليه. الصدمة دي براحتك زي ما انت حابة. وكمية السمنة اللي عايزة تضيفيها وقت التحمير برضو ترجع لك. انا ما ضفتش كتير ولذلك هتلاقي شكله مش بيلمع قوي، لان انا ما ضفتش كتير، مش حابة يبقى فيه دسم كتير. انتوا حابين تخلوه التحمير بتاعه كتير وعايزاه بيلمع، لا زودي بقى السمنة. انا مش عايزة ازود، يعني انا من الناس اللي بحب اقتصد في السكر، اقلل كمية السكريات علشان نحافظ على جسمنا واقلل كمية الدهون.
مش عايزة دهون كتير تدخل جسمنا علشان وزننا ما يزيدش، لان الوزن لو زاد هتتعبي، هيأثر على ركبك هتوجعك، رجليك هتوجعك. فلا، حاولوا تحافظوا شوية في الاكل، يعني وانتوا بتاكلوا اقتصدوا، كلوا على قد معدتكم، ما تاكلوش بزيادة، ما تملوش معدتكم قوي زيادة عن اللزوم، لا، علشان تقدروا تكملوا اليوم. تشربوا ميه، تشربوا شاي اخضر، تشربوا ميه بليمون، تشربي قهوه بليمون. على فكره القهوه بالليمون والجنزبيل رائعه رائعه، اللي ما جربهاش جربها. مش عايزين تضيفوا الجنزبيل، اعملوا قهوه بليمون بس. بعد ما تعملي القهوه ضيفي عليها نص ليمونه، رهيبه بجد. تشربيها ما اعرفش، بتحسي براحه غريبه، يعني ما هي كده، انا ما اعرفش اوصل لكم الاحساس، بس هي حلوه، انا عجبتني. شفت واحدة فلبينية كانت عاملاها بصراحة، فجربتها، لا حلوة 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 بجد. اعملوها. هي عملتها على اساس كانت بتنزل الكرش مع التدريبات الرياضية، فعلا نزلت الكرش، بس اكيد على يعني على فترات طويلة ومداومة عليها، مش تشربها يوم ويوم، لا لا، بتشربيها كل يوم. بصوا كده المثلثات بعد لما خلصنا. في حاجة تانية عايزة اقول لكم عليها. قصة المية بالليمون، المية بالليمون بالفعل بتنزل الوزن، بتخسس البطن شوية، بس على المداومة، يعني تاخدوها اسلوب حياة، مش يوم ويوم لا لا، تمشي عليها يعني طول عمرك. القهوة بالليمون اشربوها برضو، يعني كل يوم اشربوا مرة قهوة بالليمون. الشاي الاخضر ده اساس، يعني برضو ده مشروب اساس يومي، ده كل يوم كل يوم برضو مدى الحياة. يعني في حاجات ما ينفعش تاخديها يوم يوم لا، تقولي لا ده انا بخس هاكل دي ومش هاكل بعدين، او هشرب ومش هشرب بعدين، لا، ما فيش الكلام ده. الكلام ده يعني اساس حياة يا جماعة. الزبادي بالليمون اساس حياة. يوم خليها زبادي بالليمون، يوم زبادي بالشوفان، يوم زبادي ببذور الشيا، يوم زبادي ببذور الكتان، علشان تعرفي تغيري وما تزهقيش وما تمليش. بس ده اللي اقدر اوصله لكم دلوقتي. الجنزبيل بالليمون حلو قوي. ممكن تجيبي قطعة جنزبيل 2 سنتي، اضربيها في لتر مية مع عصير ليمونة وصفيها علشان الجنزبيل، واشربيه طول اليوم، حلو قوي كده. بصوا احنا جبنا الجريل وانا بتكلم، اكيد شفتوا، حطيت فيه معلقة سمنة، وبعدين حطيت المثلثات بتاعتي، حمرتها، اديتها صدمة. التحمير يرجع لكم، في حاجات انا حمرتها شوية، وفي حاجات خليتها بس ذهبي. اللي حمرته شوية يعني لينا احنا الكبار، لكن الاطفال خليت التحمير بسيط شوية. اعملوه هيعجبكم جدا، النتيجة مرضية. الحشوة زي ما قلت لكم، احشي اي حاجة انت حباها، طعمه حلو جدا. كفاية شكله جميل كيوت. بصراحة هي طريقة حلوة قوي، انا شفتها في قناة كوري قبل كده فعجبتني جدا الحقيقة، فقلت هنفذها. جربوا المثلثات الكوري دي، هتعجبكم جدا جدا. ولادكم هيشتغلوا معاها، لو عندكم بنات صغيرة خليهم يقفوا معاكم او يعملوا لكم حتى شكل المثلث ويلزقوا، رهيب يا جماعة. بس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.